البرنامج العام يقدم لكم السيدة فاتن حمامة، فريد شوقي، بطولة محمود ياسين، كفر نعمت، الجزء الثاني من أفواه وأرانب. مجد الخطيب، هدى رمزي، حسن مصطفى، رجاء حسين، صبري عبد العزيز. قصة سمير عبد العظيم. وردة. توتة 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 ولا تخلص الحدوتة، لا تبدأ من جديد. مدام في كل جانب أفواه على أرانب ياكلوا من الحديد. لكن لو خليناهم يبنوا الحياة معاهم هنفيد ونستفيد، وتزيد الأرض خضرة ونزيد طاقة وقطرة بيقربوا البعيد. لكن لو خليناهم يبنوا الحياة معاهم هنفيد ونستفيد، وتزيد الأرض خضرة ونزيد طاقة وقطرة بيقربوا البعيد. وتوتة توتة توتة ونكمل الحدوتة، حدوتة ناس قلوبهم بتعشق المحبة، وصبرت لما نالت فوق ما تحلم بحبة. وناس تانيين قلوبهم بتكره الأحبة وتسرع في طريقهم الشوك اللي ضايقهم ويخلي السكة صعبة. وتوتة توتة توتة ونكمل الحدوتة، وتوتة توتة توتة ونكمل الحدوتة. توتة 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 ولا تخلص الحدوتة، توتة 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 ونكمل الحدوتة. توتة 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 ولا تخلص الحدوتة. توتة 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 ونكمل الحدوتة. توتة 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 ولا تخلص الحدوتة. محمود بيه جه يا ولاد. يا دي النايبة دي جاية ومعاها قرطة عيال. ما هم بيقولوا دول ولاد اختها. ولاد اختها؟ مش كفايه انها بلفته واتجوزته وكوشت عليه، كمان جايبه عيال اختها واختها. ربك بقى لما يريد يدي من غير حساب، دي اتفتحت لها طاقة القلب. حق يا اختي. ودول هيعملوا ايه هنا؟ يعني هيعملوا ايه؟ هياكلوا في قتة محلول. ده هنا يستغنوا عن شويه مننا ويستكفوا بالعيال دول. الحمد لله على السلامة يا سعادة البيت. الله يسلمك يا فتحي. الحمد لله على السلامة يا استهاني. الله يسلمك يا فتحي. يا فتحي انده لحد يساعدك يطلع الشنط. حاضر يا سعادة البيت. يا بنتي يا فايزة، يا أحلام، يا زينب، عربي منك فيها يا بنتي نشيل شنط ست نعمة. شيل الشنط يا بنتي التوهية. ازيكم يا بنات؟ ازيكم؟ ازيك يا فايزة؟ ازي والدتك؟ الحمد لله على السلامة. ازيك يا خديجة؟ ازيك؟ اهلا بيكم. الله يخليكم. يلا يا عيال يلا نزيد. يلا يا جمالات. حاضر يا كل واحد يشيل زوجته بشويش كده. يلا حاضر من عينيا. يلا اتفضلوا اتفضلوا. شوفوا بقى يا ولاد، صلي على النبي انت وهو عليه الصلاة والسلام. هقول لكم كلمتين تحطوهم حلق في ودانكم. عايزاكم تطولوا رقبتي، ما تكسفونيش. طبعا يا خالتي. كلنا بقى هنا هنشتغل في المزرعة. طول ما انتوا في المسامحة هتشتغلوا. كل واحد فيكم هياكل هنا من شغله ومن تعبه، مصروفه هيطلعوا من شغله. ولما المسامحة تخلص تخشوا مدارسكم، ومع كل واحد تحويشة يشتري اللي يلزمه كمان. خلاص يا ولاد؟ أنا يا خالتي هعمل حاجات كتيرة قوي في المزرعة. ما تستعجليش يا زهرة، كله بالهداوة. فالحة انت قوي. بس يا واد بقى تعالى يا رفاعي. ايوه يا خالتي. شوف بقى، انت هتنام على السرير ده انت وطنطاي. طيب. وانت هتنام هنا يا عبد الصمد. زهرة. أيوة يا خالتي. تعالي هتنامي هنا انت ونوال. حاضر يا خالتي. عزيزة هتنامي هنا مع هنية. لا يا خالتي أنا مش هنام مع البت عزيزة. ليه يا أختي؟ مش قد المقام؟ بترفصي بالليل. وانا خالتي مش عايز انام مع الفاعل. ايه ده؟ بياخد من عليها الغطا بالليل. وبعدين بقى مش عايزة كلام كتير، اللي قلت عليه هيتنفس. انت يا جمالات
ايوه يا اختي. تبقي تاخدي مرسي ابنك في حضنك تفرشي هنا يا اختي لحد ما نقدر نوضب لك شويه الحته دي. يسترها معاكي يا نعمت ويوفقك، قادر يا كريم. ما قلتوش يا ولاد لاقيين البيت ازاي؟ اخر حلاوه 100 فل و10. ادعوا بقى لمحمود بيه، هو اللي قال نوضب لكم البيت ده كان بينام هنا الاول يا جمالات قبل ما يبني البيت الجديد اللي قدامكم ده في المزرعه. ربنا يخليه ويخليكي ليه ويخليكوا لبعض، قادر يا كريم. الله، هي مالها عامله زي شحاتين سيدي حسنين كده. مالك يا جمالات بقى؟ ها الله، فيه ايه بيضحك؟ كان نفسي يكون معانا عبد المجيد وخليل ابني، كان هنانا اكتمل. كان زمان ابويا بيشرب وفلقك ونازلين في بعض شتيم. اخرس يا واد، قطع لسانك. معلش بقى يا جمالات، معلش. بكره ربنا يلم شملنا كلنا ويخرج سي عبد المجيد وخليل من السجن، وربنا يحقق كل اللي احنا عايزينه. تعيشي يا اختي، ربنا يخليكي يا رب ويطرح البركه فيكي يا رب. يا رب يا رب يا رب. زي ما قلت لكم يا ولاد، عايزاكم تطولوا رقبتي. طبعا. لا عايزه قله ادب ولا عايزه خناقات ولا عايزه دوشه، عايزه كل الناس هنا في المزرعه يقولوا ونعم الادب والاخلاق. سامع يا ستنطاوي؟ ونعم الادب والاخلاق، مش ونعم قله الادب. انا قليل الادب ياض، ده نجدع منك. وبعدين بقى انا لسه ما خلصتش الكلمه. ما انت سامعه يا خالتي الواد ده بيقول ايه؟ يا خالتي انا بقول الله، الظاهر انتوا ناويين تكسفوني هنا. معاش ولا كان اللي يكسفك يا اختي بقى بعد كل اللي عملتيها علشاننا ونكسفك؟ ده انا اللي يكسفك اروح فيه في 60 داهيه. الله، بطل كلام المجرمين ده بقى يا واد، اوعى اسمعك تقول كده حتى لو كنت بتجامل، دي مش شطاره، ما تقولش كلام ما انتش قده. عامل لي فونت حضرتك يا اخي كل واحد بقى يخليه في نفسه وبس، كل واحد يحاول يبقى ذوق وابن حلال عشان يعرفوا اننا ناس طيبين وكويسين. فاهمين؟ فاهمين يا خالتي. خلاص. مالك مسنودة عليا كده ليه؟ انت فاكراني حيطة؟ يا بنت اسكتي، وطي صوتك لخالتك تسمعك. فيها ايه يا زهرة؟ لا يا خالتي، دي نوال بتقولي اتسندي عليا عشان تاخدي راحتك. يا سلام على الذوق، اهو كده الاخوات ولا بلاش؟ لا يا خالتي، دي ما كانتش بتقول لها كده، دي كانت بتقول لها اسكتي يا فتانة. ادخل. مساء الخير يا استي نعمة. اهلا يا فتحي، مساء الخير. خشي يا نجيب، خشي بالصينية يا بيه. العواف يا ست. يعافيكي يا نجية، تعالي حطي الصينية هنا. دي ايه دي؟ ازاي عاملين لنا ملوخية؟ ريحة زفر يالا. على الله يكونوا جابوا لنا البتاع الاحمر اللي اسمه جيلي زي اللي جابوه الظهر. اسمه جيلي يا جاهل. جيلي عطش الجيم. اعطشها ولا شرب؟ انت مالك انت؟ حق عليا، عايز انصحك. شيل صواعك من الاكل يا مرسي. حضرتك عايزه حاجه تانية يا ست نعمت؟ عايزة سلامتك يا نجية. البيه كان بيسأل على حضرتك، قلت له انك هنا. انا رايحة له حالا. طيب يا ست، يلا يا نجيب يلا. يا واد انت وهو بطل كلام. بس يا واد انت وهو، ايه عمركم ما شفتوا اكل؟ ايه الفضايح دي؟ شفنا يا خالتي، بس ما كناش بناكل حاجات من دي. بس يا بنت بقى بلاش الكلام ده، بلاش فضايح. اسمعوا بقى، الظاهر انتوا مش هتيجوا بالذوق. انا قلت انا عايزه ادب، يعني عايزه ادب، مش عايزه حد يسمع زعيقكم ولا تغجيركم، احسن والله بالشبشب. حاضر. انا طالعه يا جمالات لمحمود، مش هوصيكي بقى اكتميهم شويه. حاضر يا اختي. متهيألي بقى من هنا ورايح تبتدي تطبخي انتي، عندك المطبخ وهبقى اجيب لك كل لوازمك يا اختي. تعيشي يا اختي. من الصبح بدري كلنا في المزرعه، تصبحوا على خير. وانتي من اهل. اهلا يا نعمت. جوعتك يا سي محمود؟ لا ابدا، انت وحشتيني بس. ما تشوفش وحش، هحضر لك العشاء حالا. ما قلتليش اخبار الولاد ايه؟ بيدعوا لك من قلبهم. يا ستي على ايه؟ ازاي بقى على ايه؟ كفايه انك رفعت راسي قدام اهلي. ان شاء الله وهم قاعدين معانا هنا هيبقوا احسن ناس. انت ما عندكش فكره بقوا لطاف قد ايه، ولسه هتشوف. طيب ما خليتهمش يجوا يتعشوا معانا ليه؟ لا خليهم براحتهم، احنا براحتنا. انا هضايقك بيهم هنا كمان؟ بالعكس انا حاببهم قوي. ربنا يحبب فيك خلقه يا سي محمود. نسيتني بكلامك ده، هروح احضر لك العشاء. يا ستي ما نجية تحضره. نجية ليه؟ انا رحت فين؟ حاجتك ملزومه مني انا. الو، اهلا محمود بيه. ازيك يا كريم؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله عالي يا سعاده البيه، الشغل ماشي كويس قوي، مش ناقصنا غير وجود حضرتك. معلش انا قاعد هنا في المزرعه شويه، ولما يبقى في حاجه مهمه ابقى تعال انت. حاضر يا محمود بيه. بس على فكره. ايوه. انت حضرتك مدي مواعيد هنا يوم الاربع.
انا عامل حسابي. كنت عايز اقول لحضرتك ان راجية هانم اختك طلبت حجة بيت الحلمية. ليه؟ معرفش، صممت تاخدها في نفس اليوم. طب ما كانتش قادرة تتكلم هنا؟ هي نسيت النمرة هنا ولا ايه؟ والله يا فندم طيب عايز حاجة مني يا كريم؟ عايز سلامتك يا محمود بيه. طيب مع السلامة. يلا يا بنتي يا فايزة ارفعي معايا هنا، خش على كده. يلا يا بنت انت وهي اعملوا لكم همه شويه. حاسبي على شجر البرقوق يا بنت، اقطفي بالراحه كده تمزعيها تجيبي اجلها. حاضر يا فتحي. ايه يا بنت فتحي دي؟ اسمي فتحي افندي. الكل بيترقى. يا فتحي. فتحي يلا يا ولاد. فتحي ايه دي؟ ست نعمه؟ لا مؤاخذه يا ست نعمه. صباح الخير. صباح الهنا. صباح الخير يا بنات. صباح الفل على عيوني. يلا يا ولاد تعالوا، خلي الواد اللي ورا يجي بسرعه. يلا يا بنات شوفوا شغلكم انتوا. يلا يا بنات. حاضر يا سيفات. يا لهوي بالي، مش قلت لكم اهي جايبه العيال تشغلهم. ده يا ريت تزدقي وتشغل العيال بصحيح ويستغنوا عن حد مننا. الاولاد هم يا فتحي، عايزه كل واحد فيهم يمسك شغل ويبقى مسؤول عنه. ايوه يا ست نعمه، بس انا خايف لا يتمرمطوا. دول مهما كان ولاد اخت الست نعمه، يعني لا